السلام عليكم. تخيل بلد معروفة إنها من أنظف وأكتر البلاد نظافة في العالم، بس فجأة وأنت ماشي في الشارع هتلاقي مشهد مش ممكن تتخيله. شباب واقفين بيعملوا تصرف صادم في العلن وكأنها حاجة عادية، لا شرطة ولا حد بيقول لأ. اليابان يا جماعة مش بس بلد تكنولوجيا ولا انمي، دي بلد مليانة تناقضات تخليك محتار تعيشها ولا تخاف منها. يلا نشوف. اليابان حضارة قديمة عمرها آلاف السنين، كان فيها طبقات الساموراي اللي عاشت بقوانين صارمة أسسها الشرف، ودخلت حروب ضخمة زي الحرب العالمية التانية، وتعرضت لضرب نوويتين دمرت مدينتين بالكامل، وبعدها كانت مهدومة ورجعت وبقت من أقوى الاقتصادات في العالم. في مناطق معينة في طوكيو وأوساكا هتلاقي فيها شوارع كاملة مشهورة عالميا، مش عشان الأكل أو الموضة، لكن بسبب اللي بيحصل فيها بالليل. مناطق زي كابو كوشيكو أو شوبويا فيها أماكن مخصصة لعمل الدعارة والعلاقات الغريبة. السائح اللي بيعدي من هناك أول ما مرة ممكن يتصدم من العروض والإعلانات المتعلقة في الشوارع. مشهد مش معتاد، وممكن تخلي الواحد يقفل عينه أكتر من كتر الغرابة اللي هو شايفها. في اليابان مفيش حاجة اسمها وزن زيادة للأطفال، الحكومة بتحط قوانين على الأكل الصحي عشان تمنع السمنة، وفي قانون بيقول إن ما ينفعش ترقص بعد نص الليل في الكلوبات، وعندهم عادة غريبة اسمها الزواج من شخصية كرتونية، والموضوع بيتسجل رسمي وعادي. في بعض الموظفين بيروحوا يناموا في الكافيهات عادي جدا قبل ما يرجعوا البيت، والناس شايفة إنها مفيش حاجة محرجة وعادي. وعندهم مهرجانات غريبة جدا زي مهرجان مخصص للاحتفال بالأعضاء الجسدية بشكل صادق. كيوتو مدينة المعابد والحدائق الهادية، وجبال فوجو أيقونة اليابان. أسواق السمك في طوكيو اللي فيها حياة مختلفة، جزيرة كينو اللي فيها طبيعة هتخليك تحس إنك في الجنة. اليابان بلد التناقضات، نظافة ونظام وفي نفس الوقت شوارع صدمة وقوانين غريبة، تاريخ عريق وحضارة مليانة مفاجآت. ولو رحت هناك عمرك ما هتنسى التجربة دي تماما، سواء من جمالها أو من غرابتها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون عجبك فيديو. سلام عليكم.